ازيك يا معلم؟ كم الطماطم؟ كيلو ونص ب10. طب والبطاطس بكام؟ البطاطس كيلو ونص ب10 برضو. طب والبصل؟ لا، ده ب15. خلاص شكرا يا معلم. آخر زمن الراجل شنبه مالي وشه وبيسمع كلام مرة. خلاص يا حاج بيهزر معاك، حقك علينا. انا مش حشاكر، انا هقول له كلمتين بس. انت بتقول الراجل ده شنبه مال وشه وبيسمع كلام مرة. المرة دي بتريحني وتسبحني، تريحني انت وتسبحني واسمع كلامك. كل عيشك عشان انت شكلك نافش ريشك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش كده يا صبحي؟ ما يغور. لسان الحلو رزق يا صبحي، وانت تاجر، كل ما تعامل زبون حلو هيدور عليه. وبعدين مين فينا مش بيسمع كلام مرته؟ وحياة أبوك لا تسيبني في حالي يا بركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. 3 كيلو بندورة تكرم عيونك. طب خد، شايف الزباين يا بركة؟ بندورة يعني طماطم يا صبحي. انت من سوريا يا استاذ؟ أنا شقيق من سوريا، تكرم عيونك. اهلا بيك ببلدك الثاني. اديله 3 كيلو طماطم يا صبحي، نقوم له كويس. من عيني، لكن قل لي انت اسمك ايه؟ أبو مازن تكرم عيونك. عاشت لسانه، لكن قل لي هو مين رئيس سوريا دلوقتي؟ بشار الأسد. بشار الأسد؟ هو بشار لسه قاعد؟ قالوا لي مشى. مشى؟ ده مشى سوريا كلها وقاعد لوحده. خد يا أستاذ. تكرم عيونك خيي، وهذا المصاري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمال العالية وتا متخناهم يا بطاطس. كام الطماطم يا معلم؟ 2 كيلو ب10. والبطاطس؟ برضو 2 ب10. يلا خلي الفقير ياكل. ماشي، وزل لي 4 و4 و2 كيلو بصل. تفضل يا باشا. شكرا، أنت إنسان أمين ومحترم. على فكرة أنا عيني معاك، أنت ما خطيتش ولا حاجة بايظة في الشنطة. من غشنا فليس منا يا استاذ. الله يرزقك ويوسع عليك يا معلم. امين يا رب. أنا مش هشتري خضار غير من اللي عندك يا معلم. اتشرف. ومعاك ما معاكش اخوك بركة سداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وانت كسبت ايه لما بعت 2 كيلو ب10 يا ناصح؟ كسبت زبون يا صبحي. بيعك بالطريقة دي على الخضار اللي بيقعد ويبوظ تخسر يا بركة. الخضار بيبوظ لما بيقعد يا صبحي، وعلى رأي المثل بيع رخيص تبيع كتير تكسب أكتر. روح في زبون عايزك يا صبحي. حمال العالية وطي متخناهم يا بطاطس. اديني 3 كيلو طماطم. 3 كيلو طماطم ب20. بس انا هنقي. خد نقي.
حرام عليك يا صاحبي، أنا شايفك أنت وبتبدل الشنطة للراجل. وهي يعني 3 كيلو طماطم فيهم 4 ولا 5 طماطمات بيضين، حيموتوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أنا مش بغش يا بركة، التجارة عايزة كده. أنا هوريك أنت بتغش ولا لا يا صاحبي، عشان أبقى بريء من ذنبك. حط الكيلو بتاعك على الميزان يا صبحي. ده الكيلو الحلال يا صاحبي، يعني انت بتبيع للزبون الكيلو ناقص وبرضه خسران يا صبحي. التجارة أمانة يا صبحي، وطول ما انت بتغش هيغشوك. بصراحة الأمانة مخسرة معايا يا بركة. طب تعال عايزك يا صبحي. اسمع يا صبحي، أنا هحكي لك على حكاية شفتها بعيني. وأنا صغير كان عندنا بقرتين، أبويا كان ياخد السمنة بتاعتهم ويروح يبيعها في البندر. في كمية ناس عمرك ما تتخيلها اتفقوا يستعملوا زيوت موبل. تخيل بقى كل اللي اتفقوا على زيوت موبل اتفقوا يعزلوا. بقرتين، أبويا كان ياخد السمنة بتاعتهم ويروح يبيعها في البندر. السلام عليكم، ازيك يا عم فهيم؟ اهلا يا ابو بركه. ازيك يا راجل يا طيب؟ أخبارك؟ تفضل تفضل تفضل. ما شاء الله. قومي عليها هات ساقع لبركه. يلا هات قاس ساقع لبركه. ايه يا عم يا ابو بركه، وايه اخبارك؟ الحمد لله يا حاج فهيم. شاطر يا علي. اقعد هفتح حالك. يا بركه يا ولي. وانت يا علي. اهلا يا ابو بركه، نورتنا. قول شكرا يا بركة لعمك فهيم. العفو يا ولي. خد السمنة واديني طلبات البيت زي كل مرة، سكر وشاي ورز ومكرونة. حاضر يا ابو بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، 5 سنين بتعامل معاك وريحة سمنتك زي ما هي حلوة بالصلاة على النبي. بالهنا والشفا للي ياكل يا حاج فهيم. دقيقة هحط لك الطلبات. وهذه الطلبات يا ابو بركة.
هذه باقي الفلوس. شكرا يا حاج فهيم. يلا يا بركة يا ولد. السلام عليكم يا حاج فهيم. مع السلامة يا أبو بركة. السلام عليكم عم فهيم. أهلا يا ولدي، طلباتك. اديني كيلو سمنة بلدي. من اللي خدتها المرة اللي فاتت؟ ايوه. أكيد عجبتك، دي سمنة أبو بركة. هي حلوة بس انا وزنتها في البيت لقيتها كيلو ناقص. يمكن ميزانك مش مظبوط. خلاص وزنها انت على ميزانك السليم. معقول السنين دي كلها وأبو بركة بيغشني؟ والله يا ولدي أنا لي 5 سنين بشتري سمنة من الراجل ده، عمري ما وزنت وراه. خلاص انا هاخدها بس انت خلي بالك من الميزان. حاضر يا ولدي. الهنا والشفا يا ولدي. السلام عليكم. مع السلامة. ماشي، بس اما اشوفك يا ابو بركة. ازيك يا حاج فهيم؟ خد السمنة ودينا الطلبات. انا مش عايز سمنة يا ابو بركة، روح بيع سمنتك لحد غيري. ليه يا حاج فهيم كفل الشر؟ عشان انت بتغشني وبتديني كيلو سمنة ناقص. انا عمري ما اديتك كيلو سمنة ناقص. ازاي؟ انا وزنت كيلو السمنة للزبون لقيته كيلو ناقص يا ابو بركة. انا ما عنديش سنج للميزان اوزن بيها يا حاج فهيم. امال بتوزن ازاي؟ باخد كيلو السكر من عندك واوزن بباله السمنة. يعني انا بوزن بميزانك يا حاج فهيم. ولو انا بغشك وبديك السمنة ناقصة يبقى انت بتغشني وتديني السكر ناقص. حاسب نفسك قبل ما تحاسب الناس يا حاج فهيم. يلا يا بركة يا ولد. لا اله الا الله، وانا اللي كنت فاكر الراجل بيغشني، اتريني انا اللي بغش الراجل. استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله. عارف ايه اللي اتعلمته من القصة دي يا صبحي؟ ايه اللي تعلمته يا بركة؟ ان انا لو غشيت واحد 100 واحد هيغشني. ايوه صح. انا من يوم ما غشيت في الميزان بيعه وشرائه وفي صناعته وزراعته وألا يغش مسلما أبدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.